حمادة رئيس أمريكا بعد ما ادى إيران 48 ساعة عشان تفتح مضيق هرمز وما فتحتش، راح جاي ايه كده، قال لك لا كده ما ينفعش، وراح مديهم 5 ايام تانيين. قال طب خلاص 5 كمان، بس بالله عليكم وحد العيش والملح اللي بينا افتحوا المضيق بقى، عشان على فكرة لو ما فتحتوش انا هضرب وهعمل. يا عم انت كذاب يا عم. ايران بقالها 47 سنة في حصار ومعزولة عن العالم، وعرفت ان هي تجيب وشك الارض انت واسرائيل ونتنياهو، ومش عارفين تعملوا معاها حاجة. المشكلة ان امريكا عندهم لو واحد مات بسبب حرب هم مالهمش فيها بيعملوا عندهم هناك جنازة، فما بالك ب20 واحد ماتوا. ايران مات فيها كتير، مات فيها كتير، بس ايران عندها تصالح مع الناس اللي بتموت، لان ايران عندها عقيدة الموت او الاستشهاد في سبيل الوطن، ده عندهم من اعلى المراتب. فايران متصالحة مع اي شيء يحصل فيها، ده بالنسبة لها عادي. الدور الباقي على اللي مالوش في الحرب ودخل جر الدنيا كلها للحرب.